السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه النهاردة يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال دايما يا رب. قبل ما نبدأ الفيديو متنسوش تصلوا على حبيبنا المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وتحط لايك للفيديو ده وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. حابة أشكر أحلى متابعين وأغلى متابعين في الدنيا على وصولنا ل1000، وعقبال يا رب ال100,000. ودي قناتكم، أي حد محتاج مني أي معلومة فيكتب لي في الكومنتات، وبإذن الله هتتلاقوا الفيديو على طول. ما تنسوش تحطوا اشتراك علشان العيلة بتاعتنا تكبر بيكم. تعالوا بقى نشوف الصدمة اللي حصلت لي النهاردة. البطة البيضة اللي هناك دي يا جماعة مش كوفي. البطة دي نامت عندي اول مرة، تاني مرة بيضت ومرضتش تنام على البيض بتاعها نهائي. علشان مثلا ايه، هي كانت بيضت على السلم، فانا دخلتها في العشية علشان الذكر ما يروحلهاش ولا اي حاجة، قلت ايه تحافظ على البيض بتاعها. لكن لما دخلتها مرضتش تنام، فقلت يمكن عشان انا غيرت لها المكان. خدت البيض بتاعها وديته تحت البطة الشيني اللي هي ام البط الصغير دول اللي هي نايمة عليه دلوقتي. يبقى لها 15 يوم اللي حطت لها البيض البلدي علشان الفراخ البلدي والبط الصغير يطلع مع بعض ويبقى استقبال واحد زي ما شفتم في الروتين بتاع اللي انا حطيت البيض تحت البطة. بعد كده البطة دي بيضت عندي بيضة واتنين وتلاتة، بيضت النهاردة التالتة. فايه، كانت بيضة اول واحدة كان عندي مكان مفتوح كده فمقفلاه بخشب وبمشمع وحاجات من دي، راحت باضت في المكان اللي هناك ده. فطبعا ما ينفعش البطة تنام في المكان ده لان الذكر بيروح الفراخ البلدي، لان المكان ده على السطح، الفراخ البلدي والبط وكله بيروح في المكان ده، فهيعملوا لها ازعاج، ممكن يكسروها البيض بتاعها. فانا ما حبيتش خالص ان هي تنام في المكان ده. فاول ما بيضت بيضة دخلتها حطيتها في ايه، في المكان اللي هي في العشية، دخلتها في العشية اللي ورا دي وعملت لها المكان كده وفرشت لها قش وحطيت لها البيضة اللي هي بيضتها. وكده ايه، تاني يوم بيضت برضو البيضة بره، لا اتخرجت منين مش عارفة. فايه، قلت ممكن يكون انا مش قافلة كويس، فخدت البيضة حطيتها على البيضة التانية. بقفل عليها بقى ايه، بدخلها في العشية، بسيبها للذكر طول النهار، بدخلها في العشية بعد المغرب وبخرجها الساعة 7 الصبح. فروحت النهاردة في البيضة التالتة. فالبيضة التانية حبستها يا جماعة بعد المغرب، وحبستها وقفلت كويس جدا ان البطة ما عادتش هتعرف تخرج لو عملت ايه. رحت النهاردة لقيتها زي ما انتوا شايفين كده كسر العشية خالص، زي ما انتوا شايفين كده انا مقفلاها من تحت بخشب كده وبسيراميكا، مكسر العشية خالص، كسرت العشية من تحت خالص وخرجت باضت بره. طب انا اعمل ايه مع البطة دي دلوقتي؟ طب هي ماهيش راضية تنام على البيض، والبطة التانية كانت لسه فاسة، وجبرتها ان هي تنام على البيض علشان البيض ما يبص عندي، لان البطة دي ما كانتش راضية تنام عندي خالص. في ناس هتقولي البط المسكوفي ما بينامش، طب هي كانت نايمة عندي قبل كده، طب فين المشكلة؟ قلت يمكن عشان المرة التانية دي غيرت لها المكان. دي بقى عايزة ايه، ان انا ابدأ من الاول كده، من اول 3 بيضات كده او من اول بطين، ان انا اعودها على المكان اللي هي بتبيض فيه علشان لما تيجي تنام فيه. ماهيش راضية خالص تنام ولا تبيض في المكان اللي انا حطاهولها، بتخرج كده. انا انصدمت لما رحت ولقيت اصلا العشية متكسرة من تحت نهائي. البطة قوية جدا، كسرت العشية من تحت وخرجت باضت في نفس المكان اللي هي كانت بايضة فيه اول مرة. المكان ده ما ينفعش نهائي تبيض فيه لان المكان ده مفتوح تحتها سلم كده، السلم ده مندي على ورشة من تحت، فانا مقفلاه كده علشان ايه، اللي في الورشة ما يشوفش اللي على السطح واللي على السطح ما ينزلوش الورشة. مقفلاه وحاطه مشمع ومقفلاه كويس جدا. فالبطة راحت باضت هناك المكان ده، في المكان اللي ورا العمود ده بالظبط يا حبايب قلبي. لو لاحظتوا كده هتلاقوا ان في خشب وفي حاجات اهو، ده المكان يا حبايب قلبي زي ما شفتوا كده. ما تنفعش تنام في المكان ده لان الطيور بتاعتي كلها بتروح هناك، البطه ما بتبقاش عايزه دوشه، هي بقى بتروح تبيض هناك. ما ينفعش تنامي هناك يا ست الكل. ما ينفعش التانية برضو لما تفقس تنام على البيض ده، لان هي هتقعد كل ما تفقس ننيمها على بيض تاني كده، البطه هتقرهق مننا خالص، ممكن نخسر صحه البط بتاعنا. فانا هشوف بقى ايه الحل، او قوليلي ايه الحل في الكومنتات اللي انا ممكن اعمله مع البطه دي مسكوفي حر يا حبايب قلبي. فقست عندي قبل كده اللي هو البط الكبير شويه اللي هو داخل في العمر شهرين، هو عمره دلوقتي 55 يوم تقريبا او 53 يوم، يعني داخل ايه في الشهرين كده، داخل لسه الاسبوع تقريبا ويدخل في الشهرين. يعني نامت عندي اول نومه نامتها في الشهرين دول، كانت اول بيضه تبيضها ونامت عليهم. تاني مرة بقى اللي هو تقريبا من
هي البطة التانية نايمة عليه من 15 يوم، وهي يعني بيضته تقريبا من 25 يوم، ما رضتش تنام عليه نهائي، فخدته حطيته للبطة التانية. فبعد ما خلصت البيض لقيتها من كام يوم انا اتفاجأت اللي هي بيضت، وفرحت جدا لان انا كنت مستنياها تبيض، لان هي ما كانتش نايمة، ما كانش ليها 60 لازمة. ففرحت جدا لما هي بيضت. خدتها بقى العشية، عملت لها حواطية علشان ما يحصلش زي اول مرة. ما ينفعش البطة التانية تقعد تنام كده وتقوم من على بيض ماهوش بتاعها، برضو البطة هترهق مننا. بس انا فايقة البطة التانية باكلها عليقة، بعلفها عليقة، وبعلفها خلطات قوية جدا علشان البطة ايه كده، بعلفها خلطات كلها فيتامينات وبروتينات علشان البطة ما تضعفش مننا ولا يجيلها اي حاجة. بص البطة التانية دي انا لازم اشوف لها صرفة. لو حد حصل معاه قبل كده يا حبايب قلبي من متابعين الغاليين، فياريت يكتب لي في الكومنتات او يقول لي اعمل ايه مع البطة دي علشان اتصرف معاها وهي لسه كده ايه في بداية البيض بتاعها. بيضت 3 بيضات، لسه بكره بقى هتبيض البيضه الرابعه. تعالوا بقى كده، دخلت البط الصغير ده لان البط الكبير كان ايه قاعد بيفترس فيه كده وقاعد يعض فيه، وانا ايه كان صعبان عليا قوي لان بحب الحاجات الصغيره دي قوي، بحب العب معاها. فدخلتهم كده وعلفتهم بقى العلف اللي هو بادي تركيز 23% زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. وكنت حاطه لهم حلبه وخميره وعسل في الميه. المشروب ده قوي جدا في زياده الوزن، وكمان فيه فيتامينات عاليه جدا. شرحت الفوائد بتاعته في فيديوهات قبل كده كتير في المشروبات، فايه مش هشرح فيه الفوائد، انا قلت لكم بس ان انا عامله في الميه حلبة وعسل وخميره. قدم كلهم كده يا حبايب قلبي علف بادي تركيز 23% كده. وخلاص بقى هحبسهم لان احنا المغرب كان ادن خلاص كده، او كان لسه هيدن. فايه كنت هقفل عليهم خلاص بقى هيناموا بقى للصبح. طبعا انا ما بخرجهمش في الشمس، بخرجهم بس بروح كده قبل المغرب بساعة، قبل اذان المغرب بساعة، بخرجهم كده يلعبوا على السطح كده وياخدوا نشاط وحيوية، يقعدوا يجروا من هنا لهنا ويقعدوا يلعبوا كده مع الطيور التانيين ويشوفوا بعض كده ويسلموا على بعض. وبعد كده ايه بحبسهم تاني. اهم حاجة يلعبوا ويتهووا، اهم حاجة اللي احنا نهوي البط بتاعنا كده ونخرجه كده يتهوى ويلعب كده في المكان. واهم حاجة ان نخرجه كده في مكان واسع هوا كده علشان البط بتاعنا ما يجلوش كساح، لان كل ما البط بتاعنا كده قاعد او الفرشة بتاعته مبلولة او اي حاجة تحته كده مفيش تحته نظيف او اي حاجة، فالبط بتاعنا هيجيله كساح. اهم حاجة اللي احنا نهتم بصحة البط بتاعنا علشان ما يفترس بعضه ولا يجيله كساح ولا كل الكلام اللي ممكن يحصل للبط بتاعنا. يا رب يا حبايب قلبي الروتين يكون عجبكم، ووصلنا لنهاية الفيديو. مع السلامة واشوفكم في فيديو جديد.